اولا رسم السياسه الدول سواء علاقات خارجيه او داخليه هي من مهام مجلس الوزراء، فاذا سيد رئيس مجلس الوزراء لم يعد التحضيرات القانونيه وما يثبت الادعاءات اللي تنفتحها بالحكومه السابقه، باعتبار ان اليوم مجلس الوزراء هو الاداه الرقابيه الاداه التنفيذيه المباشره، فبما انه الحكومه السابقه سبق وان قامت دعوه على الحكومه التركيه بسبب شراء النفط من اقليم كردستان دون الرجوع الى الحكومه المركزيه، والنفط اتحادي وثروه من الثروات الوطنيه الاتحاديه، فبالتالي ما دام الاخوان لازم احنا نشوف ما هي اجراءات السيد رئيس الوزراء باعتباره هو رئيس الحكومه سيد عادل عبد المهدي. الدعوه يوم 24 ينظر فيها 24 26 مدروجه على يعني من ضمن الدعاوى اللي ننظر بها بالمحاكم الدوليه، وعندها جدول زمني. شنو اجراءاتنا؟ احنا الان اجراءاتي اليوم كرئيس حكومه، هل اكو تريث؟ هل اكو وجهات نظر؟ هل تم اثبات بالادله؟ الممثل القانوني لحكومه العراق وفق الاتفاقيات الدوليه انه اليوم النفط يعني ثروه اتحاديه كنت تباع من قبل الحكومه المركزيه الاتحاديه، هذه كلها ثمة تساؤلات على السيد رئيس الوزراء اعلامنا باجابتها.